قرية حجرية الكردية من عشيرة الكيتكان، لهم صلة قرابة مع قرى كوبوني والباب وعزاز مثل تل جرجة وشبيران ونعمان وتل شعير وقع الكلبين وشوى، وأكثر من 20 قرية في كوبوني. عدد سكان القرية حوالي 2500 نسمة، ومساحة القرية 1300 هكتار. تتبع لمحافظة حلب منطقة جرابلس المركز. تبعد عن حلب شمالا شرق 103 كيلومتر، وعن منطقة جرابلس غربا 3 كيلومتر. تحدها من جهة الغرب قرية حلوانية، ومن جهة الشرق مدينة جرابلس، ومن جهة الشمال حدود التركية، ومن جهة الجنوب قرية مرمى الحجر. القرية تقع على طريق الواصل بين أخترين وجرابلس على مسافة 5 كيلومتر، منتشرة على أطراف الطريق. وفي منتصف القرية جبلين متقابلين على شكل تلين. القرية قديمة، فيها معالم أثرية وبيوت عمرها أكثر من 200 عام، وكهوف قديمة ونقوش على الصخور تدل على الثقافة الزرادشتية. قطع فخارية من عهد الخورية، يلتقى نقود بيزنطية ورومانية أثناء جرف التراب من مياه الأمطار. تشتهر القرية بزراعة بدرجة الأولى شجر الفستق الحلبي والقمح والشعير والعدس، وحديثا بزراعة شجر الزيتون وتربية المواشي ومقالع الحجر والنحاتة، وفي مجال البناء ومكابس البلوك. تعرض القرية في كل مراحل تغيرات في شمال سوريا، وخاصة أثناء سيطرة داعش على المنطقة. ذاقوا الويلات من خطف واعتقال وذبح أشخاص في منتصف القرية، وما زال مصير أشخاص مجهولة حتى عام 2017 أثناء انسحاب قسم صغير من داعش، وقسم الأكبر لبس بدلات جيش الوطني ودخلوا مع الفصائل المدعومة من دولة تركيا. سيطروا على المنطقة، وبدأ المعاناة من خطف وطلب فدية والضغط على الأهالي وبناء حواجز على مفترق الطرق، والهدف منه تهجير سكانها الأصليين وتسكين غرب فيها واستيلاء على أملاكهم وبيوتهم. وبنوا مستوطنات على أطراف القرية تضم 1000 خيمة، وبناء مجمعات سكنية في أملاك الأهالي. المعلومة من أحد أشخاص سكان المنطقة، وأنا ألقيها بصوت محمد الأحمد، والشكر للمحامي علي عبد الله كولو.